هكذا كان أتباع الأنبياء أغلبهم من الشباب. فحينما نلحظ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا من أوائل من أسلم هم الشباب. علي بن أبي طالب كان في 10، سعد بن أبي وقاص كان في 17، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى، كأسامة، كعلي بن أبي طالب حينما تركه وهو حين الهجرة أودعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمره ذلك الوقت 23 عاما، فوكل إليه هذه المهمة الخطيرة التي هي ربما تدخل قريش تقتحم البيت تقتله مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبرم ولم يرفض. فلا شك أن الشباب هم عماد الأمة دائما، لذلك ينبغي الأمة أن تنتبه لهذا الشباب، لأن هذا الجيل، جيل الشباب لو فسد هم الذين سيصبحون القادة بعد فترة، فالفاسد إذا تولى أفسد الأمة.